النبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي قفكو انت ولالكيس مصالح دي سيدنه سأولها هجاتشنيو أساقنا مدي سإلهي إنو هجاتشنيو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قفكي أهاده ولالكيس مسلم كأه مصالح دي سي حاجة دي سمد لفظ ضينيه إلهينا وحو أهاده قفكاس فضوديها حاجدي سيادنتي سميت فضوديا أيو نقولها وفضل وين أديك باهي باقبتا أرما عليس كاهيستا إن لجو سهلو لجو فضوديا ربتا قف مسلم حاجدي سلا فضوديه وحو النبي قلت المام صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة قف مؤمن قفكي مسلم قفكي كربة كفيدة والدنيا دا كربة دا كمتعة قفكي لقيب صدق كفيدة إلهينا وحو كفيدة يا أسقى كربوين كقيامها أي إلهي كفيدة يا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل سيدا أولالك كربة دا كفيدة كب الشاريصو مال أي كربة وين أي كهيصو إلهي إنه أدينا كافيده ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة الدنيا دا قف مسلم قفك أستره وعبتي سقرية مال انت قيامها أسقنا الله فضيحي ما يعبتي سال أسترية والجزاء من جنس العمل حاجات كمسلمين تقول له استاغو أو لغا شقيو فضائل وين باكو السغان نبينا عليه الصلاة والسلام أبو سعيد أبو موسى الأشعري وحويري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف سائل أو وح سؤالنا يا هدو أي ماذا أما حاجة يضن لقد ضلبه وحو النبي قرنا هيي ورإرجي أو شفاعة أجر بات كهليسان ورإرجي أو شفاعة أو ضدك أويدية أو خيرك كقيب قات إراهدا وحاد هليسان أجر بات هليسان والذين أجر سين ياله حاجة دان أرنتان هلا فضودي قف كان سائل كاي أوليمت ولذلك جابر وحو لي رضي الله عنه مركو أرنكاس كهد لها يوحو لي النبي عليه الصلاة والسلام لو لما إيمان حاجة يعرن لسؤالنا يو ما ينندعين إنه يرى هذا الشيء قاس ولقيس لا ما بحنا هاي الشيء لو يديس تمونا لهن ما بحنا هاي دقس النبي ساهر كأجرت وحو النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قفكي أود إنه أنفع ولا الكيس ها أنفع هذا أود مالك أنفع كلمة طيبة إن أشفع عدد وإرجيسيد وهو لقبتي حاجة عليك هيستينا لفظ ديسيد والقفكي أود ولا الكيس إنه أنفعها أنفع ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام وحول لي يا أبو سعيد الخدري أنه النبي قال لسعنا سفر أيا وحى يمدنن دابت سارن أيا يمد مركز أنك ظروف باكم موقتة باهي فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا وحنك يقول قال أو بالله بي إنه أرجيس أوريتشنا هي مدق يبدي إحساس إنه أم الإحسان هاي وحويا باهي الظروف باهي سبب القف وحولي بقى حاجة هي الظروف تهاي سلفظ ذي ضدك يبقى إيه هي مركز النبي وهطلع عليه الصلاة والسلام محوير النبي من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قفكي هاي استجاديد زيادة ودابد يرتئي وح زيادة وطاع هكو عاوي وقف كان جديد وذن ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قفكي وتصحي زيادة وسفرك وقصوا قلي وحك زيادة قفكي وطاع هكو عاوي وقف كان وذن وحي أبو سعيد الخدري فذكر أصناف المال ما ذكر
markaasaa nebigu tiriyey xoolaha iyo noocyadooda kulli qofkii saa haysta saa ha yeelo qofkii intaa ka ziyaada intaa ha celiisu u waday ilaa aan aragnay buu yidhi qofna inuusan xaqba u lahayn wax ziyaada inuu haystaba qofba inuusan xaq u lahayn wax ziyaada ah inuu haystaba inaanan xaq u lahayn ilaa aan aragnay oo arrinta aan ka fahmnay arrinka isagaa wuxuu tusinahayaa khayrka in lagu dadaalo mar walba oo dadka la anfaco iyo qiimaha arrinkaasi leeyahay saxaabada nebiguna sidaasay ahaayeen tarbiyada nebiga way qaatay waana min sifaati alambiyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu u yimid asagoo argagaxsan ummulmu'miniin khadiija radia allaahu canha xaaskiisii oo aragtay murugta nebiga ka muuqatay iyo argagaxa ka muuqdaa bay tihi kallaa wallaahi maa yukhziika allah maday tiri saa mooday maa arrinku ilaahay baan ku dhaartada ilaahay ku hoojin mahayo ilaahay ku hoojin mahayo maxaa yeelay innaka latasilu الraxim qaraabada waad xariiristaan wataxmilu اlkalb culayskana waad xambaartaa wataksibu اlmacduum shayga la waayana waad kasabtaa waad anfacdaa weeye qofka culusna culayska waa la qaadaa oo qofka isku filnayn culayska ayaa la xambaartaa wataqri dayf miskiinka martiga waa soortaa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq nawaa'ibta iyo masaa'ibta iyo xaadithooyinka iyo dhacdooyinku markay jiraan oo culaysyadu ay jiraanna dadka ayaad ugu kaalmaysaa haddaad tahay marka dadka culayska mid ugu kaalmeeya oo martigii soorahaya oo qaraabadii xariirinahaya oo wixii la waayo dadku aysan haysan adigu aad haysan bixinaysid ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ku hoojin mahayo macnaheedu waxa weeyaan qofka bulshada khayr u leh oo nacfiga u leh waa qofka ilaahay u naxariisanayo oo ilaahay masaa'ibta iyo balaayooyinka ilaahay mar walba ka badbaadinayo asaguna ahaanaya mar walba midka nool oo xayiga ah qalbigiisa iyo maalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo badankiisu mar walba uu badbaadaya asaga ah maadaama ilaahay uusan hoojinahayn khayrkana uu ka shaqaynayo